جماعة، أنا عايزة أقول لكم إن أنا أول ما خدت الorder ده، أنا كنت فاكرة إن دي شركة مستوردة مش مصرية. بعد ما جرّبت المنتج لقيت الquality بتاعه حلو أوي، فحبيت إن أنا يعني أعرف إيه المنتجات دي منين وكده، فلقيتهم بيقولوا لي إن هم شركة مصرية، فأنا انبهرت إن شركة مصرية تكون بالquality وبالنتيجة دي وبالجمال ده. أنا عايزة أقول لكم كل منتج أحلى من اللي قبله. هم عاملين 4 منتجات حلوة جدًا، جدًا، جدًا. وأول حاجة بقى أنا جرّبتها معاهم اللي هو الغسول بتاع شركة إلينزا، حلو جدًا، جدًا، جدًا وخفيف على البشرة الدهنية والمختلطة، بتستخدميه طبعًا يوميًا بينضّف لِك البشرة بعمق. عايزة أقول لِك إن هو مناسب جدًا زي ما قُلت لِك للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة، وهو كمان فيه اللي هو ساليسيليك أسيد، وفيه كمان زيت شجرة الشاي. بُصّي، غسول متكامل للبشرة طبعًا بتغسلي بيه بشرتِك، بينضّف لِك البشرة جدًا، 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 مش قادرة أقول لِك على جماله. لأ وكمان لو أنتِ بقى عندِك حبوب هيخلّص لِك منها، فالغسول ده مناسب جدًا، جدًا زي ما قُلت لكم البشرة الدهنية والبشرة المختلطة. عايزة أقول لِك بينضّف البشرة جدًا، جدًا بعمق، أنا مش قادرة أقول لِك على جمال البشرة بجد والنعومة اللي هي فيها. تسكت شركة إلينزا على كده؟ لا، 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 لأ، عملت لِك أحلى مُرطب هتستخدميه، وعايزة أقول لكم إن هو بديل الميبو، حلو جدًا، جدًا، جدًا. بعد ما تعملي الجلسات الليزر، بُصّي أي مشكلة بتقابلِك لو أنتِ بتستخدمي ده، أنتِ مش هتلاقي أي مشكلة أصلًا، انسي بقى كل المشاكل اللي كانت بتواجهِك بعد الليزر، واستخدمي المرطب الجميل ده. بُصّوا، بُصّوا جماله، حلو جدًا، جدًا على البشرة فوق ما تتخيلوا، وأنا باستخدمه كمرطب وبانزل بيه لإن هو كمان مناسب إن أنتِ تنزلي بيه في أشعة الشمس، حلو أوي، أوي بجد. بُصّوا كده، بيدّي ترطيب فظيع وحلو جدًا، جدًا بالذات للناس اللي بتعمل ليزر، حلو أوي، أوي. بُصّوا، تاخدي منه pump صغنن كده وتبدئي إن أنتِ توزّعيه، حلو أوي، أوي بجد. وتالت حاجة اتفوّقت فيها شركة إلينزا الwhitening cream، حلو أوي، 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 هو مستخلص من عرق سوس. عندِك بقى آثار حبوب، عندِك بُقع، بشرتِك فيها حتت غامقة وفاتحة، كمان 3 أيام من استخدامِك ليه هتشوفي النتيجة الروعة، أدام مستخلص من العرق سوس استخدميه فورًا. عايزة أقول لكم إن أنا حبيته جدًا، 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 وبرضه مناسب لجميع أنواع البشرة. بُصّوا تستخدميه يوميًا بيفرق معاكِ جدًا، بيفتّح البشرة بطريقة مش قادرة أقول لِك على جمالها. نيجي بقى للكينج وحش تساقط، بيوقّف التساقط بُصّوا بطريقة يعني مش قادرة أقول لكم، مدة بسيطة أوي ولقيت لكم التساقط قَل، طلع baby hair كتير أوي. أنا باستخدمه بقى لي بالضبط 15 يوم. وفي أول 4 أيام أنا لقيت إن التساقط قَل، بعد أول 4 أيام التساقط قَل معايا جدًا، جدًا، جدًا. بتستخدميه طبعًا كده وبتعملي مساج للشعر، بتستخدميه مرّة الصبح ومرّة بالليل، طبعًا بترُبّيه كويس وبتبدئي تبُخّي كده على فروة راسِك وتعملي مساج، بس كده. معانا النهارده كان معانا اللي هو المرطب اللي بتستخدميه بعد الليزر أو تستخدميه استخدام يومي حلو جدًا، وكان معانا اللي هو whitening cream، وكمان كان معانا الغسول والبخاخ التساقط، كل ده موجود عندهم على الweb site بتاعهم، أنا هاسيبه لكم في الكومنتات. تقدروا إن أنتم تطلبوهم، المنتجات كلّهم أحلى من بعض حرفيًا. بُصّوا سواء بقى تفتيح للبشرة، ترطيب، وكمان الغسول وآدي اللوشن، هنعمل بيهم روتين وهاقول لِك تستخدمي كل حاجة إزاي في الفيديوهات اللي جايه إن شاء الله، لإن أنا مش هابطّل أستخدم المنتجات بتاعة شركة ليزا، عجبتني جدًا، 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 وأدام شُفت نتيجة من حاجة مش بابطّل إن أنا أستخدمها، وكان لازم برضه إن أنا أقول لكم عليها عشان تستخدموها معايا وتقولوا لي رأيكم إيه.